السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني وحشتوني وكمان مرة وحشتوني. بإذن الله النهاردة جايلكم كده بروتين كله دفا وكله حيوية وكده، ايه حاجة يوم من ايام الشتاء، يوم يدفي فعلا. بس حابة اقول لكم لايك واشتراك حلو كده في القناة وكومنت حلو. يلا اشتركي، مش بتاخد حاجة الاشتراك ده، وحتى زرار صغنن كده عشان تشجعيني والقناة بتاعتنا تكبر بيكم بإذن الله. ولو أول مرة تشوفيني، أنا اسمي عائشة ودي قناتي وصفة وتحدي مع أيوش. على راسي كده، تنوريني بإذن الله، تنوريني كده بالاشتراك. ويلا بقى ندخل على اليوم بتاعنا. هنا قلت اعمل محشي كده، كان اليوم ده برد فقلت اعمل محشي. كان عندي بتنجان وفلفل في التلاجة، وكان موجود محشي كرنب. فقلت ايه اعمل مع المحشي الكرنب، يعني كان عندي محشي كرنب كده ايه ملفوف جاهز. فقلت اكمل معاه ايه بالبتنجان والفلفل. انا بحب الفلفل ده عن الرومي. ده بيدي تطعيمة حلوة كده للمحشي. وبس كده بقورهم واحطهم في مية بملح. مية بملح ليه؟ عشان المية بملح بتدي تطعيمة حلوة للبتنجالة ذات نفسها هي والفلفل يعني. ولو سبتيه كده من غير حاجة هتلاقي البتنجان اسود، فمش احنا مش عايزينه اسود. انما لما بيبقى بمية بملح بتبقى حلوة وتديه تطعيمة حلوة. اسفة. بس كده. وهنعمله بطريقة جميلة جدا، وهنعمل معاها الفراخ تحفة تحفة. صدقيني لو جربتيها بصي مش هتجربي غيرها بعد كده. فانا عايزه اقول للناس اللي بتحبش الفراخ او ما بتحبش الجلده بتاعه الفراخ، لا، انا من النهارده هتاكلي الجلده وتسيبي اللحمه. فعاملاها بطريقه جميله جدا هتعجبكم باذن الله. هنا بس خلصت وسبتها بقى يتنقع. وهنا بقى كنا عاملين الصلصه، سامحوني ما صورتهاش. فنقلب معاها الرز. طبعا انا مسرعه الفيديو عشان ما تزهقوش مني يعني. وبس كده. وهننزل معاها بالخلطة بالخضرة بعد ما قلبنا الرز. وهنشيله بقى بعد ما يتشوح كده ويتقلب مع بعضه. هننزل بمعلقتين سمنة على زيت، وننزل بيهم بالفراخ. وننزل بقى بمعلقة كزبرة ومعلقة فلفل أسمر ومعلقة كمون، ونشوحها كده. صدقيني الطريقة دي تحفة تحفة يعني، جميلة جدا. بإذن الله تعجبكم. أنا جربتها قبل كده وعجبتني فقلت لازم أنا أصورها معاكم. هنقلب على الجنبين، وبرضو نحط بهارات عشان طبعا ايه الكزبرة بتدي ريحة حلوة للفراخ وللمحشي يعني. جربيها تلاقيها تعجبك. طبعا ايه اللي هيميز الفراخ بالطريقة دي يا ايوش؟ ان انا فيه معلقة سحرية هقول لكم عليها. هي اللي بتبصي بتغير كل حاجة. معلقة سحرية فعلا. معلقة من معلقة الصلصة، معلقة صلصة كده، معلقة من صلصة المحشي. هتاخديها وتحطيها كده في معلقتين الزيت وتمسحي بيها ايه، تديني بيها الفراخ دهنة كويسة من بره ومن جوه يعني، من فوق كده. وهتقلبيها برضو وتعملي كل الجوانب بتاعتها. وبعد ما تتشوح حلو كده تجيبيها بقى عشان ايه نرص عليها المحشي. بجد الطريقة دي تحفة. هنا بقى هنحط البتنجال والفلفل من تحت. انا بحب الفلفل والبتنجال يبقوا من تحت لما اعملهم، عشان بحبهم يبقوا دايبين كده. ما بحبش يبقى فيهم اللي هي العضة دي. فانا بحبه يبقى دايب المحشي. مش عارفة في ناس تحبه مستوي زيي ولا لا، انا بحبه مستوي يعني. فبحب احطه من تحت يعني. والبتنجال ده كان جميل جدا طري. هو مش ميعاده دلوقتي يعني، بس والله حلو يعني، طري كده وحلو. ما كانش ناشف ولا حاجة، ولا فيه تقاوي ولا حاجة، لا كان جميل جدا.
وهنحشي بقى طبعا الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. حطوا لي لايك يا جماعة واشتراك في القناة لو مشتركتوش، وكومنت حلو كده تشجعوني فيه. ان شاء الله النهاردة جايبه لكم حاجة حلوة تعجبكم، حاجة كده تدفي في الشتاء كده بالليل وانتي قدام التلفزيون. ده غير المحشي، يعني احنا هندفع من المحشي بس برضو في حاجة حلوة تاني حبيت اعملها لكم برضو. هنا طبعا طبعا ما تمليش البتنجال ولا في الفلفل، ما تملوش كله يعني، تعملي نصه كده وتخبطي عليه كده عشان الرز ينزل لتحت ما يبقاش قاعد فوق. طبعا بعد ما خلصنا الكمية كده هننزل ايه بيها بالمحشي الكرنب. وطبعا انا عشان هنا الفراخ محطوطة مع المحشي ما عنديش شوربة، فهعمل ايه، جايبة كوبايتين مية، سبتهم يغلوا، حطيت عليهم معلقة كبيرة صلصة، معلقة سمنة، معلقة كمون، معلقة فلفل اسمر، معلقة شطة، مكعب ماجي، وسبتهم يغلوا كويس وهتبقى معاكي احلى شوربة. انا لما يبقاش عندي بعمل نفس الطريقة وبعمل شوربة كده بتبقى تحفة. انا هرص كل الكمية ونحطه على النار بقى اخليه يغلي، وبعد ما يغلي نوطي النار. نخليها بقى ايه، طبعا ما تزوديش في الشوربة كتير، واول ما يغلي كده غلوة جامدة تيجي موطية النار، تخليها واطية كده شمعة عشان ما يشطش وعشان ما يبقاش ايه ني برضو. زي كده بصوا الجمال، جميل جدا. هنا بقى بعد ما استوى، جميل قوي. كنت عايزة اقلبها فلقيت ايدي الحلة سخنة، فمشيت اجيب ايدين الحلة السيليكون، جميلة قوي، مش بحتاج امسك بفوطة ولا حاجة، بحطها وبتبقى حلوة. عجبني قوي الطقم ده، مم. عجبني يعني اول مرة استخدمه فعجبني. بصوا بقى الجمال، انا عايزاكم تشوفوا الفراخ والجمال. انتوا ممكن تقولوا دي محروقة، لا مش عارفة ايه، لا والله دي تحفة. بس هي ممكن الكاميرا تكون ظلماها، لكن هي مش محروقة ولا حاجة، دي هي متحمرة كده من الصلصة، معلقة الصلصة اللي احنا حطيناها عطتها لون جميل جدا جدا. مش هيبقى فيه اثر للجلد. صدقيني انت هتسيبي اللحمة وتاكلي الجلدة، انا كنت بتكرهيها. فكان شوية محشي او حلة محشي بصي خرافة، تستاهل بقكم والله. بصي الفراخ دايبة ازاي، العظمة طلعت بكل سهولة، بجد كانت حلة محشي تحفة تحفة. ان شاء الله لما تجربيها تعجبك نفس الطريقة. اهم حاجة معلقة الصلصة، المعلقة السحرية اللي قلتلك عليها، بإذن الله تعجبك. بصي المحشي انا بحبه يبقى دايب كده، تحفة. انا كنت بصور على فكرة ومش قادرة. وبس كده خلصت المحشي، ندخل بقى على الحاجة الحلوة. ندخل على الحاجة الحلوة اللي هنعملها بعد ما اتغدينا كده وبقيت قاعدة. قلت ايه ده انا كان عندي بطاطا، وقلت لهم ان انا اصورها لهم، فهقوم اصورها. فجيت بقى ايه، مسكت البطاطا غسلتها، نقعتها الاول عشان بيبقى فيها طينة كده، فتنقعيها الاول عشان الطينة تروح. وبدأت اغسلها واحطها على فوطة. آه، اخليها تصفى شوية، يعني ما تخليهاش تصفى قوي، عشان الطريقة دي يا جماعة تحفة خطيرة جدا، بتخلي البطاطا زبدة. بس امشي بالخطوات بالظبط. نغسل كل الكمية. طبعا هي البطاطا مش قد بعض، بس اللي لقيته يعني في السوق، واحدة صغننة واحدة كبيرة، بس عادي هي مش هتقول لأ، يعني في السوا كله هيستوي، لأنها بنعملها بطريقة حلوة قوي قوي يعني. ولا تقولي لي بقى بطاطا في الفرن، ولا تقولي لي بطاطا على النار، ولا اي حاجة. دي احلى طريقة للبطاطا، صدقيني جميلة جدا.
بعد ما غسلنا الكمية كلها، هنجيبها بقى ايه كده. بصوا، هنجيبها هنا على طاسة على النار، في صينية، سوري، صينية كده. ما تخافيش، مش بتلزق ولا حاجة. ما تقوليش مثلا ان انا ما عنديش حاجة جرانيت ولا تيفال ولا سيراميك، صينية يعني هيبقى هتلزق. لا، انا ديني عملتها لكم في بتاع ألمونيا، في صينية ألمونيا، عشان تشوفوا النتيجة بنفسكم يعني. هنرصها كلها جنب بعض وهي بتدبل يعني، حتى لو كان في حاجة فوق كده مش قاعدة تحت هتدبل، لان هي بتدبل يعني وتطرى. فاللي ملهاش مكان هيبقى ليها مكان. ونرص الكمية كلها بنفس الطريقة. ونجيب بقى ايه سكر. ترشي بقى سكر كده ايه، زي مثلا معلقتين على الكمية دي، او 3 معالق كده كبيرة، عشان طبعا دي كمية برضو مش قليلة. بس كده. ونسيبها بقى ايه على نار شمعة. طبعا زي ما قلت لكم، البطاطا تبقى مندية، متبقاش ناشفة، تبقى مندية، والنار تبقى شمعة شمعة يعني. و... وهنا بقى ايه للتغطاي. طبعا انا زيكم ما عنديش ورق زبدة، ومش هنروح نشري ورق زبدة عشان نعمل وصفة زي كده. انا اتصرفت من البيت، لقيتها عندي متجلة على ورق. بس انا الورق اللي تحت طبعا نضيف عشان ما يطبعش في البطاطا، فنضيف اللي تحت مفيش اي كتابة ولا اي حاجة. وجينا ايه عشان نكمرها قوي، جبنا صينية. انا جبت صينية بسبوسة مثلا كبيرة عن الصينية اللي انا حاطة فيها البطاطا، وكمرتها. هنا بقى لما بشوفها بقى بدأت ايه تشوف دنيتها، لازم برضو تدوري وتفتحي عليها وتشوفيها. بس تسيبيها مثلا ايه تلت ساعة كده ولا حاجة، لو الكمية كبيرة. لو كمية قليلة مش بتاخد سوا كتير. هنا لقيتها بدأت تاخد في السوا، تدخل في السوا يعني. فطبعا ايه هقلبها. وهنا الدخان بس البخار كده هيروق شوية. إيه طبعا هنا ايه هبتدي اقلبها نفس الطريقة. بصوا الجمال. طيب هي لسه هنا ما خدتش سوا كامل، بس خلاص يعني. بس بقلبها عشان تاخد تحميرة من الجنبين وتتطعم يعني من الكراميل اللي بيحصل ده. كراميل السكر ده القمر بيديها طعم يا جماعة رهيبة والله، زي الزبدة، جميلة جدا. بصوا كلها بتستوي سوا واحد. ليه؟ عشان الكاميرا اللي انت بتعمليها لها. بصوا الجمال. طيب رهيبة، جميلة جدا والله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بإذن الله. بصوا قلبي الصغير لا يتحمل، جميلة جدا. ان شاء الله لما تجربوها تكتبولي رأيكم فيها ايه، وان شاء الله تعتمدوا الطريقة دي على طول بإذن الله وتعجبكم. وهنا الفيديو بتاعنا خلص، وحابة اقول لكم لايك واشتراك كده وكومنت حلو. يا ريت الفيديو يكون خفيف ويعجبكم كده. بس اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعملوا لي لايك عشان يرفع القناة كده والقناة بتاعتنا تكبر ونبقى اكبر جمهورية بإذن الله. وبحبكم يا احلى ناس، واسيبكم بقى مع العظمة دي.